السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا، صباح السرور، يا صباح الورد على حضراتكم جميعا. صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ النهارده الفيديو بإذن الله معاكم. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم سمك. عايزة بس اوريلكم ازاي تشيل زفرة السمك البولتي لما تيجي اصلا قبل الشويه. طبعا انا هنشوي السمك ده في الفرن. فبص حضرتك، انا بغسله كويس، بشطفه كويس الاول من الزفاره، بعد كده بحطه في ميه برضو محلول برضو ناقع زي الفراخ بالظبط، بس ما تحطوش كتير في الميه لان السمك مش بحط كتير في الميه. تمام. بحط عليه معلقتين من الدقيق، عليه ليمون اهو، بحط برمان القشر معاه في الميه واسيبه شويه بحيث ان الزفاره تنزل منه خالص، وبعد كده ان شاء الله اصفي الميه من عليه واشطفه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده في الفيديو بتاع النهارده. اولا هنعمل نشوي السمك مع بعض، وكمان هنعمل شويه رز حلوين، وغير كده كمان هنقلي سمكه التونه. سمكه التونه دي ناس كتير ايه تعرفها، هوريها لكم دلوقتي. كل واحد بقى في المنطقه بتاعته بيسميها ايه. تعالوا نشوف، اكتبوا لي في التعليقات حضراتكم بتسموها ايه السمكه دي. تعالوا نشوفها. هي دي حبايبي السمكه اللي بقول لكم عليها. طبعا انا نضفتها. هي دي السمكه، يا رب تكون واضحه في الكاميرا. تمام اهي. انا جايباها شاريها من السوق. بيقولوا عليها تونه، مش عارفه بقى في كل واحد في حضراتكم في البلد اللي هو عايز فيها يعني بيقولوا عليها ايه. طبعا نضفتها، شلت الدماغ بالبطن على طول، وبعد كده فنضفتها وغسلتها كويس، وبرده حدقتها وعصرت عليها ليمون اهي بحيث ان انا هقليها ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه، وعشان ننزل ان شاء الله للفرن ونشوف هنشوي السمك بتاعنا ازاي. خليكي معايا كده حبايبي. حضرت الدقيق اللي انا هقلي فيه. ده كميه الدقيق اللي انا عايزاها، عباره عن كوبايه من الدقيق، عليها معلقتين من النشا، تمام، وعليهم معلقه كبيره من الكركم، واقلبهم على بعض وهنبدا نقلي ان شاء الله. حطيت طبعا الزيت على النار، وكمان فتحت السمكه من النص كده خليتها مفروده. انا عايزاها كده اقليها مفروده. تمام. هبدا انزل في الدقيق اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله كويس قوي من كل جهه. تمام. عشان طبعا الدقيق معاكي ما يعملش في الزيت اسمرار ولا حاجه، ويطلع معاكي كويس ان شاء الله ومقرمش وناشف. هبدا انزل فين؟ في طبق فيه شويه من الميه اهو. هبل الجهادي والجهادي ده بيشيل الدقيق الزايد من عليه، وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم في الزيت اهو. هعمل الثانيه. ولازم يا جماعه الزيت يكون سخن، الزيت بتاعك لازم يكون سخن. طبعا السمكيه دي حلوه جدا، بتيجي صبحه طبعا مش بتيجي متلجه، وطعمها بتبقى حلوه جدا في القليه ان شاء الله. هتعجبكم جدا باذن الله، جربوها كده. هي غاليه شويه عن الشبار شويه، بس بصراحه بتبقى حلوه جدا في القليه يعني. هنزل برده في الميه اهو بسرعه واطلع اهو، وهنزل في الزيت. تمام كده. خلصت حبايبي قليت السمك، شايفين حضراتكم عامل ازاي ومقرمش وزي الفل. كمان ما تطلعوش على مناديل ان شاء الله يبقى معاكي وزي الفل، وريحته جميله جدا، وطعم ان شاء الله هيبقى احلى. حطيت طبعا الحله اللي انا عامل فيها شويه الرز. قطعت بصلايه اجنحه، خدت شويه من الزيت اللي انا استعملته في قليه السمك اهو. هبدا احمر البصله قوي. شايفين كده يا بنات البصله عملت ازاي؟ انا عايزاها اللون ده كده علشان تدي طبعا اللون الغامق للرز. نزلت بفصين من الثوم مقطعين صغير اهو. تمام. هبدا بقى انزل بالميه دلوقتي، وهسيب بقى البصل بالميه بالثوم ده يغلوا مع بعض كويس قوي. هحط له معلقه من الملح كبيره، وهحط له ورقتين لوري، وشويه كزبره ناشفه، وشويه من الكمون، واسيبهم يغلوا، وبعدين نرجع نسقط الرز مع بعض. كده حبايبي الميه غلت بتاعه الرز اهو. هبدا انزل بالرز عليه. نزلت كده بالرز يا حبايبي. هبدا بقى اظبط القعد بتاع الرز واسيبه لما يتشرب الميه بتاعته خالص، وهدي النار عليه زي اي رز عادي. تعالوا بقى نشوف السمك هنشويه ازاي، ونشوف الخلطه بتاعت التتبيله بتاعت السمك المشوي. يلا بينا. تعالوا اقول لكم بقى يا حبايبي على التتبيله بتاعت السمك المشوي. عندنا التتبيله دي بنعملها عباره عن كزبره خضراء وشبت، عليها فلفل اخضر وفلفل احمر، عليها ليمون، بعد كده ملح وكمون، كزبره ناشفه وثوم طبعا، بنفرمهم مع بعض، او حضرتك تدقيهم في المدقه لو حابه، وتحط عليهم ملح وتحدقيه، وبكده تبقى جاهزه معاك ان شاء الله، وطعمها تحفه جدا باذن الله. طبعا ده معايا السمك بعد ما شطفته، والرده ديت اللي احنا بنشوي بيها. طبعا حصل معايا موقف كده برده، اللي هو لما نزلت عند الفرن جيت اولع الفرن، اتضح ان الانبوبه مشطب. طيب حصل موقف زي ده هتعملي ايه؟ وطبعا مفيش وقت ان انا انضفه واقليه. طب قمت انا شغلت الشوايه بتاعه البوتاجاز، وهبدا اقليه تحت الشوايه. تعالوا مع بعض بقى نشوف الفكره دي. على فكره انا عملتها قبل كده على القناه في فيديو، طلع حلو جدا والله، كان جميل بصراحه.
بس طبعا يعني الشويه بتاعت الفرن حاجه تانية، يعني فاهمين حضراتكم ان شويه الفرن حاجه تانية يعني. فهبدا بقى ايه اظبط كده السمك اهو، اقول لكم هحطه في صاج وهدخله تحت الشوايه ونشوفه مع بعض ان شاء الله لما يطلع. ظبطت السمك اهو يا حبايبي، حطيته في الصاج كله رصيته. تعالوا بقى نحطه تحت الشوايه بتاعت فرن البوتاجاز. شايفين السمك عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طبعا زي الفرن بالظبط اهو زي ما قلت لحضراتكم. ان شاء الله هتلاقيه جميل جدا ومفيش فيه اي حاجه بالظبط باذن الله. طيب طبعا اللي هي مش قوي هنقدر نقلبها، وبعد كده هكمل كميه السمك كلها ان شاء الله واوريها لحضراتكم. طبعا دي بقى ايه فكره للي هيحصل له موقف زي بتاعي يعني اللي يحصل موقف زي بتاعي ويشوف كده الانبوبه مشطبه، يحصل له موقف زي ده يحاول يعمل الفكره دي ان شاء الله تطلع معاه زي الفل. هكمل بقى كميه السمك الباقيه وارجع اوريكم ان شاء الله هنعمل فيه ايه. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده اللي طبعا اتشوى معايا طلعته حطيته في الدقه وطلعته حطيته على سيفه كده بحيث ان هو يصفي ميته، ولما يصفي ميته ان شاء الله اصفيه خالص. هكمل بقى الكميه كلها واوريها لكم ان شاء الله بعد ما اخلص. شايفين كده يا بنات كده خلصت خلاص شويه السمك وعملنا حطينا الغرض بحيث ان لو حصل معاكي موقف زي اللي حصل لي النهارده ده تقدري تعرفي تتصرفي ازاي. طبعا شويته طلع حلو جدا ان شاء الله، هيطلع معاكي جميل باذن الله. عملت سلطه خضراء جنبه كده، والرز طبعا اللي احنا عملناه مع بعض بالبصل والثوم طعمه جميل جدا جربيه. وكمان سمكه التونه اللي احنا قليناها مع بعض بألف هنا وشفا. يا رب يكون فيديو النهارده عجب حضراتكم وقدرنا نتصرف في مشكله حصل واجهتنا، ممكن تواجه اي واحده ست في اي بيت. بشكركم جدا، ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا لي الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.